احتضنت مدينة الجميرة بدبي فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسط حضور هام لأبرز الشخصيات الاقتصادية من بينها محافظ بنك الكويت المركزي سعادة الدكتور محمد الهاشل، الذي أشار إلى أن حجم التمويل الإجمالي المطلوب هو كبير جدا نظرا للصفة الشمولية التي تميز طبيعة أهداف التنمية المستدامة. الدورة الثالثة يعني الحمد لله أنا قاعد أشوف كل سنة في تطور، احنا حضرنا العام وحضرنا هالسنة في تطور. المواضيع اللي دائما قاعد تطرح يعني خلال السنة هذه موضوع التكنولوجيا، شلون طريقة دخول موضوع التكنولوجيا في موضوع الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي على كافة القطاعات، حكومية خاصة، على مجال الأفراد ومجال الشركات. ففي مناقشات وايد هالسنة قاعد نلاحظها على موضوع التكنولوجيا. البنوك الوطنية في دولة الكويت سجلت مشاركتها في القمة من خلال تجسيدها لدعم الاقتصاد الكويتي في مجال تطوير الشركات لأهم منتجاتها. دورنا مهم لدعم الاقتصاد في مجال تمويل الشركات ومجال الأفراد وتطوير المنتجات. الأهم شيء الفرق اللي قاعد نحاول نسويه ان احنا نقدم مثل ما شفنا او سمعنا اليوم في اللقاءات موضوع التكنولوجيا، ان احنا شلون نقدم الخدمات اللي يقدمها البنوك عادة بطريقة مبتكرة، بطريقة حديثة، بطريقة سريعة، لأن اليوم العميل سواء كان في شركة أو كفرد محتاج سرعة ومحتاج مرونة ومحتاج سهولة. لو البنوك ما قدرت تتماشى بالسرعة اللي قاعد تمشي فيها شركات التكنولوجيا ممكن تفقد جزء من عملائها. القمة شارك فيها أكثر من 3000 شخصية بارزة من القادة وصناع القرار ومجموعة معتبرة من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي. تعتبر المشاركة الكويتية في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي جد فعالة ومميزة من خلال عرض أهم الطرق والسبل الجديدة في تنظيم الاقتصاد الإسلامي وإيجاد حلول مستدامة وعملية للتحديات التي تواجه هذا المجال. لتلفزيون دولة الكويت، ثريا أمالو، دبي.